بصوا يا جماعه، نازل دلوقتي مخصوص لواحده بتعمل دونت وبتقول ان هي احسن واحده بتعمل دونت في اسكندريه، فتعالوا نشوف بقى بتعمل ايه. والبنوته دي اسمها هايدي، 33 سنه، من اسكندريه، وبتعمل دونتس بجميع الانواع، يعني كندر ونوتيلا ولوتس وبيستاشيو. والدونتس اللي هي بتعملها دلوقتي دي كندر، وهي بتحشيها من جوه، وبعد ما بتحشيها من قلبها بقى الصوص اللي انت عايزه بتنزل كده، بتغرقها من وشها. بصوا بقى بيبقى شكلها عامل ازاي في الاخر يا جماعه، تحفه تحفه. وهنا بقى وهي بتفتح الدونتس من قلبها عشان تعرف تحط جواها الصوصات. وانا اكتر حاجه مستغربه من البنوته دي هي وامها هم اللي بيعملوا كل حاجه، وكون ان هم الاثنين دول بس بيعملوا الحاجه دي بالكواليتي ده، فدي حاجه تحفه. تعالى بقى على صوص البيستاشيو ده اللي اخد قلبي. الصوص يا جماعه شكله جامد قوي وتقيل قوي كمان. وانا عايز اقول لك يا غالي ان اللحظه دي انت مش هتشوفها غير مره واحده في العمر يا جماعه. الصوص شكله تحفه، يعني هو كفايه منظر البيستاشيو في الدونتس يا جماعه شكله تحفه. والبيستاشيو كمان القوام بتاعته تقيل قوي فمتركز، فباين قوي ان هو صوص بيستاشيو. وهنا بقى لمسه الدلع، ينزل بقى بالمكسرات والفستق. وانا عايز اقول لك ان انت لو ما اكلتش الدونتس دي فانت فايتك حاجات كتيره قوي. طلبت من عندها بقى شويه حاجات كده، واكتر حاجات هي مميزه بيها، يعني زي وزيره السعاده، ودي اللي عامله شبه الرعشه. وطبعا انتوا عارفين الرعشه دي بتاعت مين. نبدا بقى باول حاجه وهي الدونتس الكندر. والصراحه انا مصدوم من جوده الدونتس دي، يعني جوده الدونتس وجوده الصوص مخلينها طعمها تحفه. انا مش بافور، بس هي بجد البتاع بتبظ من كتر الحلاوه. ندخلوا بقى على تاني حاجه وهي الدونتس بيستاشيو، ودي بقى اللي انا هموت واجربها بجد يا جماعه. شكلها اصلا لوحده كفيل انه يشبع، يعني دي انا عايز كل يوم انزل ابص عليها بس من كتر حلاوتها وجمالها. وطعمها بقى جامد قوي، العجينه مظبوطه والصوص مظبوط، وكمان بتبظ من جوه، يعني انت هتلاقي صوص من جوه ومن بره كمان. وتست بقى المكسرات اللي على الوش دي مخليها طعمها برده جامد. الصراحه الدونتس البيستاشيو ده انصحك اول حاجه تجربها من هناك. اما بقى تالت حاجه وهي التريليتشي، ودي بيبقى فيه منها مانجا وكريز ولوتس. انا طلبت هنا الكريز لان الصراحه شكله شدني وكان جامد قوي، لان انا كمان زهقت من اللوتس والاوريو والحاجات دي. واخدنا بقى في المعلقه دي ميكس من كل حاجه، وندوق بقى طعمها هيبقى عامل ازاي. والميكس ده بقى انا هسميه ميكس السعاده، لان ده مجمع من كل حاجه حلوه انت بتحبها. طعمها جامد قوي. ناخده بقى معلقه تاني كده ونمكسه فيها بقى كل حاجه، وناخده الكريز اللي على الوش ده. وبصوا بقى انتوا هتسمعوا رايي في الاخر، لان الحاجه بجد جامده قوي. ناخده بقى تالت معلقه بقى، ودي اللي مركزين فيها كل حاجه. خدت الكريز اللي على الوش كله، وطبعا بقى انا قلت لكم رايي في اول وتاني معلقه، فاكيد التالته يعني هتبقى نفس الكلام تحفه. واخر حاجه معانا بقى وهي وزيره السعاده، ودي بقى اللي انا هسميها قنبله السكر بمعنى الكلمه. يعني انت تقريبا هتاكل دي من هنا وهيجي لك بتاع 18 مليون سعره حراريه بس، يعني الدايت هيبوظ يعني هيبوظ. ناخده بقى معلقه الميكس بقى من كل الحلويات اللي موجوده في الطبق ده. انا خلاص من كتر السكريات اللي في الطبق ده انا نفسي جزعت دي شويه، انا هموت خلاص. لا بجد مسكر بطريقه اوفر، الا بقى لو انت من عشاق السكر. والطبق ده بقى اكتر طبق انصحك بيه، لان انت هتاكله من هنا وهيجي لك اوفر دوز سكر على طول. انا عايز اقول لكم بقى يا جماعه ان بعد كل السكريات دي بقى لازم بقى ايه، نحبسه كده كوبايه شاي من غير سكر. وهنا بقى اقدر اقول لك ان كوبايه الشاي دي جت في وقتها. وركز لي قوي على من غير سكر دي، عشان احنا بنحافظوا على صحتنا، عشان السكريات مش صحيه. وعنوانها بقى شارع سوتر عند معرض كوتا. هتسيب اول باب وهتدخل من البوابه الثانيه، هتلاقيها بالظبط واقفه هنا، وبتقف من الساعه 10 للساعه 2. وعندها مكان تاني في المنشيه واسمها وزاره السعاده.